متابعينا الأعزاء في كل مكان، أحباب أعز البوادي، أكيد جيناكم في حلقة جديدة أكيد متميزة جدا في استضافة متتالية للشاعر الرائع جدا علي جودة أبو رهف. مرحبا بك علي، ومنورنا أكيد للمرة الثانية عبر برنامج عز البوادي. وأكيد الليلة أبو رهف عايزينك تكلمنا عن طبيعة الريف والبساطة اللي بتميز بيها الشعب في الريف، وحابين نسمع عن جماليات وطبيعة وبساطة الإنسان الريفي. فأكيد في حاجات مختلفة شديد بين إنسان المدينة وإنسان الغرة، وأكيد أنت كشخص متربي على طبيعة الريف بتعرف كمية من الحاجات الجميلة، الحاجات العفيفة جدا اللي ممكن تكون هي بمثابة يعني هدوء وسكينة وفرح بالنسبة للشخص اللي متعايش على متعايش على طبيعة الريف. فأكيد الليلة نحن قبل ما نسمع منك الكلمات حابين نسمع منك عن الإنسان الريف البسيط الجميل. أولا يا أستاذ إقبال، أنا طبعا ولد ريف وتربيت في ريف كردفان الذي يعجز عن الوصف. هناك تجد الحشمة والخجل والعفة والحنان الغير مزيف. طبيعة الريف ما زي المدن طبعا. الريف عبارة عن نسيج اجتماعي متماسك يخلو من ظواهر المدن اللا اجتماعية. عشان كده بتلقي الشعراء الذين تربوا على طباع الريف غالبية أشعارهم تميل للبادية وجمالها الخلاب وإنسانها البسيط وكرمها الفياض. ولا تنسي اللواتي يسكن في الريف من أجمل وأعف وأطهر نساء العالم. وأنا طبعا ما تقليل من بنت المدن ولا بنت البندر، لكن احنا الريف طبعا دائما عندنا له حنين خاص وبيعطينا حاجة خاصة طبعا تميزنا عن إنسان المدن. عشان كده تحياتي لناس الريف ولجمال الريف ولحلاوة الريف، والله خلي لنا ريفنا الجميل. يا الله، يا سلام على انتغائك للكلمات في التعبير عن بساطة الريف وجمال الريف. فيا ريت لو تسمعنا النص الجميل والعفيف جدا، يا ريت لو تسمعنا. لا لو بلدنا ولا بلحنا ساتي قلبي مكجن ريد المداين المخرب علي عاداتي. اللابس الشنيف وقلبي بيها بهاتي أفضل لي من بندراويتا راكب لها أفانتي. جمالها طبيعي ما بتعرف الكوفير، من شبت وقامت لا مسحت بقدر لا فير. همها الشاغل في راسها والتفكير، تسقي عاجها الدغش وتجلب موية من البير. لا لبست موضة لا تكشفت أمام الناس، توب العفة من الله جايبينه لها مقاس. بتناسى عزاز ضيل القبيلة وساس، صاينة شرفها بصدق خاتاه فوق للراس. أصيلة بنت أصول لا تسمع لها حس لا صوت من بين ندايجيها، سموها أميرة البنود. لا قعدت في نجايل لا جالست هالفوت، عارفة الطريق الصح الغلط عليها تب مفوت. من ريفا شاغل قلبي بالمعشوق، من حبست نفسي وزادت لهيب الشوق. جد يما السويحات ما جساه تاجر سوق لي مساعات، تقول لها مثل العسل في الزوق. 6 و6 وزيد هنتاني 6 أعوام، عمر الدقول وشفت ولبسوه زمام. يرصوا يتاتي مثل الوزز نعام، فالودار جعل اللاضاق الشديد للجام. رقبة قزاز رابطالها ديلة وشف، ولما الودي عجول مع الضفاير لف. انسهم مصوب خفص الضلوع بالصف، عجكولة محس وعسلها نقرتف. مزروعة مطر البخات هبة وقلب شاتيها، فصها يندي حتى الأواف خاتيها. انكزمت تشع مثل المراية وشيها، وهي قاعدة إلا القومة تكس عليها. فدعة وكحلة فوق المشي ممهولة، ضامرة هاف زايد حشمة وخجولة. السكنت في القلوب وخلت الحواس مشغولة، جمالها خرافي السكر العسولة. شوف سماحتها المثل القمر في الظلمة تتكشم بروق، وفاها جاي الدغمان.
مديسا كللك ست العفاف والحشمة كسار الضلوع نافرة وعصية مكزمة ريفية خراب جاري الخلوق بوراها يعتروا يقوموا سكرانين بجمالها وبهاها الحرمت نوم الدغس وحلف النعاس يقشاها قمرة وأكمل الدورين زايدة في سموها وعلاها جمالك يمسخ طعم العسل بين قاوته وعاشقك يعين الخالق من الهلاك في حياته مقلم فيك هدا عاتي الجبال في سباته يغصف النووي ومنصات حلفناته جمالك ما جمال بدر وكريم ومظاهر جمالك عشرق العين وبريغ وجاهر الأحيا السنن الجمال ونباها أصبح شاهر ريفية بوادي ما ريون بالتظاهر رخرخ شب فات الكبار والقدر رمان أرض الفرات رم ونبت في صدره اللمات صاما حلفا عليه وعقروا ممنوع من الاقتراب خطر بيجيك من قفره ممنوع من الاقتراب خطر بيجيك من قفره. متابعينا الأعزاء أحبابنا الجميلين، انتهت حلقتنا مع الشاعر علي جودة أبو رهف. أكيد كانت حلقة متميزة جدا، ولحد ما نتلاقى تقبلوا تحياتي أنا في التقديم إقبال عوض.